الخلل في توحيد الله الذي حصل حتى ممن ينتسب إلى أهل السنة انتسابا، هذا الخلل يؤدي إلى غضب الله، هذا الخلل يؤخر نصر الله، وهذا حصل كثير جدا. خدش التوحيد بأظفار الشرك فضعف أهله، ضعف أهل التوحيد بالجملة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صار الناس في معظم ديار المسلمين يتركون الحي القيوم، يتركون التوكل على الحي القيوم ليتوكلوا على غيره صراحة جهارا على المنابر. يتركون الاستغاثة بالحي الذي لا يموت ليستغيثوا بميت لا يحيا إلا بإذن الحي القيوم. يتركون الاستنصار بالعزيز القوي ويستنصرون بأموات لا ينفعون ولا يضرون.